السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هيبقى فيديو مختلف شوية عن محتوى القناة، قناة يوميات أم أساف. النهارده هكلمكم عن اللي حصل لي في تقديم أولى ابتدائي. طبعا النهارده كان يوم صعب جدا جدا عليا وعلى اولادي وعلى اولياء الامور كلهم. كانت مهزله بصراحه جدا جدا جدا، فانا قلت اطلع اتكلم معاكم بحيث ان الناس اللي لسه ما قدمتش وطبعا هتعمل الكشف الطبي احكي لكم ايه بالظبط الاجراءات اللي حصلت، واحكي لكم مدى المعاناه اللي حصلت ليا ولاولادي ولاولياء امور كل اولى ابتدائي واولى ثانوي واولى اعدادي. طيب مبدئيا السنه دي الوزاره مكلفه المدارس ان هم ما يقبلوش ملفات اولى ابتدائي ولا اولى اعدادي ولا اولى ثانوي الا بيكون بالكشف الطبي. تمام. طيب انا هتكلم فيما يخص اولى ابتدائي. تمام. وكانوا واقفين معانا برضو اولى اعدادي واولى ثانوي. طيب الاجراء ده ما كانش موجود خالص السنين اللي فاتت، ما كانش في حاجه اسمها كشف طبي، هي مجرد بس البطاقه الصحيه اللي كنا بنشتريها من الصحه بتاعت اقرب مدرسه ليكم، وكانت بتتقدم مع الملف وخلاص وشكرا على كده. انما الكشف الطبي ده اجراء جديد. تمام. خلاص ما فيش مشكله. فاحنا رحنا طبعا عشان نقدم الملف في المدرسه، كل واحد في المدرسه اللي هو متوجه ليها، فرحنا نقدم. فمديرين المدارس قالوا يا جماعه احنا عايزين الكشف الطبي. قلنا خلاص ما فيش مشكله. طلعنا على مكتب الصحه اللي تبع المنطقه اللي احنا موجودين فيه، وده بتكلم على محافظه الجيزه. فطلعنا على مكتب الصحه، فيا جماعه احنا عايزين نعمل الكشف الطبي. لا والله الكشف الطبي ده اتلغى، واحنا عملناه يوم واحد بس. كان من اول شهر 7، كان يوم حد عملوه لبعض اولياء الامور، ومن بعدها جالهم تعليمات لمكتب الصحه ان هم ما يعملوش تاني كشف طبي، وبناء عليه هم رافضين يعملوا كشف طبي للطلاب والاولياء الامور اللي واقفين. طب ايه الحل يا جماعه؟ المديرين بيقولوا كذا كذا وان احنا لازم نعمل كشف طبي. مفيش والله يا جماعه كشف طبي غير لطلاب الازهر. ارجعوا تاني لمديرين المدرسه. رجعنا تاني لمديرين المدرسه، المدير بتاع المدرسه، وقلنا له لو سمحت هم في الصحه بيقولوا كذا كذا كذا. قال خلاص يا جماعه اطلعوا على المديريه، اسفه الاداره التعليميه اللي انتوا تابع ليها، واطلعوا قابلوا المدير العام وفهموه اللي حصل معاكم ده. فجمعنا نفسنا كاولياء امور ورحنا الاداره التعليميه، مع ان ده مش دورنا، لان المفروض بتبقى دي تعليمات من الوزاره للمدرسه وكمان للمكاتب الصحه. ده مش احنا اللي منزلين التعليمات دي، احنا مجرد جهه تنفيذيه ان احنا هننفذ التعليمات اللي هم هيقولوا لنا عليها. جهه تنفيذيه اقصد، يعني احنا هنعمل اللي هو مطلوب مننا. خلاص عشان ما اطولش عليكم، المهم رحنا قابلنا الاداره التعليميه وطلعنا فوق. طبعا كان في حشود جامده جدا، كان في اولياء امور بينقلوا اولادهم من اداره لاداره ومن محافظه لمحافظه، وكان تكدس غير طبيعي رهيب. المهم ان احنا طبعا يعني بعد معاناه جامده جدا جدا ومشادات جامده جدا ان احنا قدرنا نتكلم مع السكرتيره للمدير العام تبع الاداره التعليميه اللي احنا كنا تابعين ليها في محافظه الجيزه. اتكلمنا معاها وشرحنا لها الموقف وقلنا لها لو سمحتي. قالت فعلا الموقف ده متكرر جدا واحنا مش عارفين هنحله ازاي. فكلمت مدير التعليم الابتدائي اللي موجود في الاداره بتاعتنا، قالت لنا طب خلاص انزلوا للاستاذ فلان الفلاني تحت في التعليم الابتدائي وشوف هيقول لكم ايه. فنزلنا له تحت، يا استاذ حصل كذا كذا واحنا مش. قالوا والله يا جماعه احنا من الصبح في القصه دي واحنا بنحاول نحلها. فهو كلم حد من الوزاره. تمام. قالوا له طيب هناخد يومين ثلاثه اجازه، يعني اولياء الامور ينتظروا فتره لحد ما نحل الايه المشكله ديت ونشوف هنقدر نحلها ازاي. المهم فكلمنا طبعا مديره المدرسه او مدير المدرسه وقلنا لها على اللي حصل. قالت خلاص يا جماعه كل واحد هيروح على بيته لحد ما المشكله دي تتحل. مفيش مشكله. مفيش بالظبط كانت نص ساعه والمشكله اتحلت، ونزلوا اماكن نعمل فيها الكشف الطبي. قلنا زي الفل والدنيا جميله كده، المشكله اتحلت خلاص. فلكم ان تتخيلوا ان احنا كلنا توجهنا للمكان اللي هم كانوا عاملين نشره بالاماكن اللي احنا هنعمل فيها الكشف الطبي. لكم ان تتخيلوا ان مثلا كل اولى ابتدائي واولى ثانوي واولى اعدادي هيروحوا مدرسه واحده يعملوا فيها الكشف الطبي. هم حوالي 4 مدارس او 5 مدارس. بس كان في مدارس طبعا في منطقه حيويه او منطقه سكنيه فيها تكدس سكني، زي مثلا المدارس اللي بتبقى في فيصل، المدارس اللي بتبقى في الهرم، ده هيبقى فيها تكدس غير طبيعي لان اصلا الكثافه السكانيه في الهرم والفيصل عاليه جدا. فلك ان تتخيلي انت جمعتي كل اولى ابتدائي بتاعه الهرم على فيصل، جمعتيهم كلهم في
مدرسه واحده، لان بتوع في اداره بولاق اللي كانوا بيقدموا في اداره بولاق على اللي كانوا بيقدموا في اداره العمرانيه على اللي كانوا بيقدموا في اداره الهرم كانوا بيروحوا نفس المدرسه ديت عشان يعملوا فيها الكشف الطبي. ده انا كده بكلم حضرتك كمان على اولى ابتدائي، لان كان واقف معانا ناس من اولى اعدادي من مدرسه مثلا يعني وليكن هشام شتا دي مدرسه اعداديه بنات، كان واقف معانا اولياء امور بيعملوا كشف طبي. فلك ان تتخيلي كميه الناس اللي كانت موجوده بالاطفال. وكان في درجه حراره مرتفعه جامد جدا. اليوم ده كان بكلمكم ده على امبارح، خلاص ده كان اول يوم في الكشف الطبي. الاعداد كانت كبيره جدا. المكان ما كانش فيه تهويه. الاطفال كانت بتتعب، كان في اطفال بتقعد على الارض وفي اطفال كانت هتخش في حالات اغماء، طبعا لان مفيش تهويه، اللي سوايل، لان احنا كنا في دور اول، فبالتالي عشان الام تسيب الدور بتاعها وتنزل كان الدور هيروح عليها. وكان طبعا احنا اللي كنا اولياء امور كنا بننظم نفسنا بنفسنا بطوابير، فكان في ضغط غير طبيعي على مكتب الكشف الطبي. طيب طبعا فضلنا واقفين طول اليوم على ما عملنا الكشف الطبي، لان جوه طبعا بيتقاس مفروض وزن وبيتقاس طول وبيتقاس نظر وبنكتب، والدكتوره بتكشف كده على البطنه بسماعه وبتكتب الحاجات دي كلها في الورقه. طبعا مع زياده الضغط وزياده الاعداد كان بيبقى فيه برضو تسريع في الاجراءات، لان الاعداد كبيره جدا بره، فما كانش فيه كشف، ما كانش بيتم كله بصوره كامله. كان ساعات بيتكتب كده اي بيانات بحيث ان احنا يقدروا يمشوا الناس اللي بره، وده طبعا كان ضغط كبير عليهم جامد جدا، لان هم قاعدين في اوضه برضو صغيره ما فيهاش غير مروحه واحده، سقف ضعيفه التهويه. ما علينا، مش هطول عليكم. طبعا ده كان ضغط جامد جدا على اولياء الامور. طب احنا بعد طبعا ما وقفنا طول النهار، مش هتتخيلوا كميه الحر اللي كانت موجوده والتعب، والاطفال واولياء الامور اللي كانوا تعبانين. احنا فعلا حرفيا كنا واقفين بنشر ميه، لا كان في قعدات نقعد فيها في الانتظار، ولا كان في تهويه، ولا كان في حتى كولدير او اي مكان يقدروا الاولاد يشربوا منه ميه، فالمكان ما كانش مؤهل خالص. طيب تمام، مفيش مشكله، نصبر ونستحمل ويوم هيعدي، مفيش مشكله. المهم يا فندم ان انت حضرتك بعد ما بتعملي الورقه الكشف الطبي دي حضرتك بتاخديها تنزلي تحت تصوريها نسختين، وتطلعي النسختين الصوره للناس اللي عملوا لك الكشف الطبي، دكتوره الصحه يعني، او معرفش دي دكتوره صحه ولا ايه بالظبط عشان ما اتكلمش في تفاصيل تبقى مغلوطه. بتديها نسختين متصورين وبتاخدي حضرتك الاصل. خلاص يا جماعه خلصنا والدنيا جميله، الدنيا جميله وزي الفل وانا كده انتصرت. طبعا مع ملاحظه ان انا كنت اخر واحده في الصف، يعني كنت اخر واحده، والباقي كله اللي كان واقف من الصبح روح، يعني وقفوا من الساعه مثلا قولوا 9 خلاص، وعلى ما جه ميعاد ان هم يخشوا كانوا هم خلاص الدكاتره والموظفين خلاص ده كان ميعاد مشيانهم وميعاد الشفت بتاعهم الوظيفي، فقفلوا وقالوا كل اللي موجودين يروحوا. كانوا اعداد كبيره جدا جدا فوق ما تتخيلوا، يعني كانوا موجودين في الدور الاول، موجودين تحت على السلم، موجودين تحت في الفناء بتاع المدرسه، فكانت اعداد كبيره جدا، فجالهم احباط طبعا لان هم هيضطروا يقفوا تاني الصبح من اول الطابور، وده كان جهد جامد جدا عليهم. طيب انا طبعا بعد ما خلصت، انا كنت اخر واحده بالصدفه هم ياخدوها، فرحت جدا وان انا خلصت. وانا طالعه لقيت ولي امر بيقول لي خلي بالك ان في ختم تاني مطلوب. ختم ايه يا سيدي الناس؟ ده هم حاطين ختمين، ايه الختم التالت المطلوب؟ قال لي لا تعالي معايا نروح لمدير المدرسه اللي احنا كنا فيه. ايه يا فندم حضرتك ايه الورقه الدنيا؟ قال لي لا والله ده لازم ختم النسر. ازاي يا فندم؟ هو فوق هم عاملينه كده. لا والله ده لازم ختم النسر، حضرتك هتقدري تقدمي الملف بالورقه دي، بس برضه لما يجي يتراجع الملف هيترفض ويقول لك ان هو لازم ختم. انا عايز ختم من التامين الصحي. قلت له فندم طب لما انتوا عايزين ختم من التامين الصحي ليه ما بعتوش طلب ان انتوا تجيبوا موظف من التامين الصحي بالختم بتاعه، كان قاعد في المكان اللي انتوا بتعملوا فيه الكشوفات وختم للناس بحيث الناس ما تطلعش على المكان التاني. انا والله ما دي حاجه مش اختصاصي ومش دوري، وانا ماليش اختصاص بده، انا ليا تعليمات في الاوراق اللي انا هستلمها ان لازم يكون مختوم ختم النسر. تمام. طب زي الفل، فين يا فندم؟ في المكان الفلاني في الجيزه. طبعا رحت مكتب صحه الهرم اللي في الجيزه، هو على شارع الهرم الرئيسي. طبعا مشينا بقى من المدرسه دي للمكان التاني لان احنا كنا في فيصل فطلعنا على الهرم، فما كانش فيه مواصلات لان ايه يعني مش عايز اطول عليكم، فمشينا كل ده بالاولاد بالحر لحد ما وصلنا مكتب الصحه اللي في الهرم. هي تعتبر زي مستشفى كبيره، مبنى كبير مهول يعني. فكلمت الاستاذه على البوابه، لو سمحت انا عايزه ختم نسر. ختم نسر بخصوص ايه؟ بخصوص الكشف الطبي. طب حضرتك هتطلعي فين؟
بصوا بقى، انا عايزه احكي لكم الاول. احنا في الاول رحنا المدرسه عشان نقدم، قالوا اطلعوا اشتكوا على الاداره. رحنا الاداره وطلعنا فوق، قالوا انزلوا تحت للتعليم الابتدائي. بعد ما نزلنا التعليم الابتدائي كلمنا الاستاذ الخاص بالتعليم الابتدائي، قال ارجعوا يومين وبعدين اعملوا الكشف. بصوا بس مدى الجهد واللي احنا عملناه. بعد ما روحنا لقينا ورقه بالمنشور ان احنا هنعمل الكشف الطبي. رجعنا نعمل الكشف الطبي، فضلنا واقفين في المدرسه لحد ما عملنا الكشف الطبي. خلاص بقى المفروض احنا خلصنا يعني، خلاص لا روحي اختميها تاني من ختم نسر من عند مكتب الصحه. طب خلاص، دخلنا البوابه وسالناها، قلنا لها عايزين الختمه. قالت اطلعوا الدور الثاني، الغرفه رقم 30. طلعنا الدور الثاني على السلم لان كان في ناس مريضه بتطلع في الاسانسير، فطلعنا على السلم. دخلنا اوضه 30. قالت لا والله غرفه 33 انا ما بختمش الاوراق دي. قلت لها ما بتختميش الاوراق دي ليه؟ فيها غلطه الاوراق، ولا الاوراق مثلا دي انت مش شغاله في القسم ده؟ هي ما ردتش عليا وما ادتنيش افاده. قالت لي اتفضلي توجهي للغرفه 33. رحنا الغرفه 33 لقينا الموظفين قاعدين. بعد اذنك اختمنا. قالت لا انا ما بختمش الورق ده، حضرتك اطلعي الدور السادس. خدت الاولاد وطلعنا الدور السادس، مفيش مشكله. يا فندم احنا عايزين نختم الختم ده. راح ختمه لنا ختم مكتب الصحه بتاع الهرم. يا فندم هم قالوا لنا في المدرسه ان احنا عايزين نختم ختم نسر. مفيش ختم نسر، وانفعل طبعا نتيجه طبعا الزهق ومن القرف اللي هو بيشوفه من التكدس ومن الاجراءات اللي مش مفهومه اصلا. محدش عارف ايه المفروض اللي يتعمل اصلا، سواء موظفين او اولياء امور، يعني محدش فينا فاهم عشان يقدروا يفيدونا. المهم ان احنا دخلنا للمديره وقلنا لها يا فندم هو قالوا لنا في المدرسه ان احنا المفروض نعمل ختم نسر. قالت لا يا جماعه ما فيش ختم نسر في الورق ده، هو بيبقى ختم تبع مكتب الصحه. ونزلنا وخلاص على كده. المفروض ان احنا بكره نتوجه لكل واحد لمدرسته ويقدم الملف بتاعه. طيب مبدئيا برضو عشان الفيديو يبقى مفيد، ايه هي الاوراق المطلوبه لاولى ابتدائي؟ اول حاجه 6 صور شخصيه للطالب. مطلوب صوره بطاقه الاب وصوره بطاقه الام، اثبات المربع السكني، شهاده ميلاد كمبيوتر جديده. مطلوب ايصال المصروفات بتاعه اولى ابتدائي وده 322 ونص. في بس ملاحظه عايزاكم تخلي بالكم منها. لما جيت ادفع المصاريف بتاعه اولى ابتدائي، فبعد ما دفعتها اللي هي 322 ونص، خدت مني في ولادي الاثنين 646. مفيش مشكله، مصاريف روح المدرسه. قالت لي روحي بقى الشباك اللي جنبي هاتي الطوابع. قلت لها في طوابع؟ قالت لي اه في طوابع. فرحت لها قلت لها سمعتي عايزه طوابع اولى ابتدائي؟ ادتني 3 طوابع ب 17 جنيه. فقلت لها انا عايزه 2 لان هم طفلين يعني. فادتني الطوابع ومشيت. اكتشفت بعد كده ان الطوابع دي هتتسلم لك في الملف اللي تبع المدرسه. فانا قلت برضو ايه اخليكم تاخدوا بالكم، ما تشتروش الطوابع من البريد الا لما تروحوا المدرسه، لان هم ممكن يديها لكم مع الملف، وممكن بعض المدارس التانية تقول لك لا روحي هاتي الطوابع. فانت ما تستعجليش معلش، وهاتي الملف من المدرسه وهم ان شاء الله هيديهولك. لا قدر الله ما حدش في المدرسه اداكي الطوابع او قال لك ناقصه، فمعلش انت هتتعبي نفسك شويه وتروحي تجيبيهم من مكتب البريد. فدي كانت برضو من ضمن الاوراق اللي مطلوبه في اولى ابتدائي، اللي هو ايصال المصروفات. بعد كده بقى في ايه؟ لو هو ليه اخوات هتجيبي له بيان نجاح وهتثبتي ان ليه اخوات في المدرسه. يبقى زي ما قلنا شهاده ميلاد كمبيوتر، ايصال المصروفات، ال6 صور، صوره بطاقه الاب والام، اثبات المربع السكني. اهم حاجه طبعا الاستماره الالكترونيه اللي انت قدمتي فيها عليها في شهر 6. طيب في ناس لحد دلوقتي لسه ما قدمتش في الالكتروني. في ناس لسه ما قدمتش في الالكتروني. حضرتك لو ما قدمتيش في الالكتروني هتروحي برضو لمديريه التربيه والتعليم، المديريه ذات نفسها، وهتطلعي تعملي ورقه اسمها ورقه استثناء، وهتقدميها. بتقدمي طلب وبيخشوا يعملوا لك استثناء للطلب بتاعك. ده بالنسبه طبعا للحكومه والتجريبي، لان في الموقع الالكتروني قفل. لان انا كنت امبارح في المديريه وكان في اولياء امور فاتهم التقديم الالكتروني لبعض الظروف الخاصه بيهم، الله اعلم بحال الناس طبعا. محدش بيأثر في احوال ولاده بخاطره يعني، ده بتبقى ظروف اكيد خارجه عن اراده الناس، ربنا يعين الناس كلها. فقدموا قدامي طلب استثناء، تمام. والورقه بتستلم لك ورقه كده متصوره، بتسلم لك مجانا وبتطلعي تبنيها، وبتطلعي في الدور الرابع اسانسير 5 سلم، بتطلعي مركز المعلومات وبيمشوا لك الدنيا ان شاء الله يعني.
كل الموظفين اللي في مديريه التربيه والتعليم محافظه الجيزه ناس محترمه جدا، يعني موظفين اسلوبهم راقي، ناس محترمه، ناس متفاهمه، ناس واعيه ازاي تتعامل مع المواطنين. فعجبني قوي اسلوبهم بصراحه واتفاجئت بيهم. الادارات شويه في هرجله وفي عدم ضبط، ممكن يكون ده نتيجه تكدس طبعا اولياء الامور والمواطنين على تخليص اجراءاتهم. فالله اعلم، ما احكمش برضو من اول زياره كده. فدي كانت معاناتي. فانا بس بتمنى لو الاجراء ده ما كانش موجود قبل كده، لو تقدروا ان انتوا كاداره او كنظام تعليمي تلغوه خالص، لان ده فيه ارهاق جامد جدا على اولياء الامور وعلى الاطفال. فده يبقى شيء مشكورا جدا، لان كده كده هو اصلا ما كانش موجود، وكده كده ما كانش بيطلب، وكده كده برضو ما بيتعملش بصوره صحيحه. يعني ما بيتاخدش ما بيتكشفش كشف طبي على كل طالب، لان الاعداد كبيره جدا وهم عايزين يخلصوا الناس. ده كانت تجربتي في اولى ابتدائي. انا والله بجد كان يوم صعب جدا جدا، ارهقنا جامد جدا، فضلنا نايمين بعدها يوم كامل علشان يعني يوم كامل في طول اليوم بقينا مكملين نومنا من ارهاق الشمس والحر، والاولاد فعلا اتفرهدوا. انا كنت فاكره ان انا لما اقدم لاولادي في اولى ابتدائي يبقى اسعد ام بقى وبقدم لاولادي، لقيت الموضوع مرهق جدا ومش سهل خالص خالص خالص. يعني انت تدخلي حتى حكومه او تجريبي، الموضوع مش سهل خالص. ربنا يجعلها سهله في وشكم. وانا اسفه ان انا طولت عليكم وقلت انقل لكم تجربتي واقول لكم على بعض النقاط اللي ممكن لا قدر الله تقعوا فيها. ربنا يجعلها سهله في وشكم يا رب، وما تقعوش ابدا في اللي انا وقعت فيه. ويوسع رزقكم وتشوفوا ولادكم احسن ناس في الدنيا. ما تنسونيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.